مرحبا متابعينا الاعزاء. اليوم جبت لكم الشوربه ديال 90 دقيقه، يعني اخر لحظه غتوجدها للفطور ان شاء الله. الشوربه اللي كتجي اخوان الاخوات يعني خفيفه على المعده، محبوبه وسهله التحضير. يعني في ربع ساعه غتكون الشوربه ديالكم جاهزه وغتكون ان شاء الله على مائده الافطار. شوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي الاخوات. هيا لنا المقادير. مقادير اللي بسيطة الأخوات ومتوفرة في جميع البيوت، خضر اللي سهلة وإن شاء الله يعني غادي توجدوها. أنا كنقول لكم في ربع ساعة، يعني هذه تزاد الدقيقة الأخيرة عاد وجدت أنا الإفطار. يعني سهلة مهلة، والمقادير كيف ما كتشوفوا تاهي متوفرة. اول حاجه كنبداو بها الاخوات، كنعملوا الطنجره ديالنا على البوطه، كنعملوا زيت الماء عفوا زيت الزيتون. انا ما كنستعملش من غير زيت الزيتون في الطبخ ديالي. كنضيفوا واحد 2 مربعات ديال الزبده، ما يعادل معلقه ونصف كيف ما كتلاحظوا معايا. هنا فيغ ميزير غادي نقول لكم مقادير. هنا عندنا الاخوات 2 ديال البسباسات، ما عرفتش الاخوات المشرق شنو كيسميوه. 2 بسباسات اللي كنغسلوهم مزيان، كنقطعوهم واخا كبار ماشي مشكل. عندنا جزرة واحدة كيف ما كتلاحظوا معايا. عندنا بصلة، عندنا 3 ديال البوار، كنقطعوه بالربيع ديالو لان راه صحي بزاف. كنقطعو واحد القرعة كبيرة الكوسة او 2 يكونوا صغارين. هنا عندنا واحد بطاطا، يعني بطاطس وليس بطاطا، يعني بطاطا حلوة، والجزر. وعندنا واحد الطريف ديال الزنجبيل اللي كيكون طري من الأحسن. كنزلو الخضر ديالنا كامله على النار باش غنشحروها، غير شي حاجه ما حتاش يتشحروها بزاف طبعا لان راه معروف. هنا نعملو التوابل، كنعملو الملح ضروري ما تكثروش لان رمضان. غنضيفو كذلك الكركم، محبوب الجماهير واللي كيحيد لنا الالتهابات واللي صديق للجسد. يعني كثروا من الكركم الاخوان والاخوات على الضمانه ديالي ان شاء الله، ما تبقاوش مراطين، هذه من عندي. كنعملو يعني رشه ديال الابزار، لان الكركم دائما خصو الابزار باش كيمتص، يعني الفلفل الاسود. غادي نعملو هنا واحد شويه ديال الزنجبيل لان ديجا عملناه طري، ما حتاش نعمل ما نكثروش بزاف. غادي نعملو الاخوات واحد معلقه صغيره ديال السمن الحار اللي كيعطيها واحد النسمه رائعه. اللي بغى يزيد مع شويه الحلبه يزيد، اللي بغى يعمل معاه اي حاجه يزيد. انا بما اني غنستعمل فواكه البحر اللي هي الكامبا، ما غنحتاجش نعمل الحلبه وندخلو في المسائل التقليديه البلديه. غادي نعمل شويه ديال الصحتر اللي كنعملو بحال هاد الطريقه وكنزلوه. حيت انا هنا غنعمل 4 كيلو د الكامبا اللي غادي نسم بها الشوربه ديالي. كنشحروا الشوربه ديالنا شويه، ما تعرفش نشحروها بزاف صراحه، يعني غير كنحاولوا غير كنشوحوها واحد شويه. كنوجدوا الماء الساخن اي بعد ما تشوحتنا الاخوات كيف كتلاحظوا معايا. انا قلت لكم الشوربه ديال ربع ساعه، صدقوني الا قلت لكم ربع ساعه يعني انا احتاجت من الخدمه وتشهيتها عاد عملتها وفطرت بها الحمد لله. يعني فطور خفيف جدا 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 وصحي. انا هنا استعملت الماء المغلى باش نربح الوقت، لان كيف ما قلت لكم يعني وقت الافطار قرب. غادي نشد على الطنجره ديالي ونخليها حتى كتبدا تغلى. كنحسب لها 10 دقائق لو ماكسيموم. بعد ما 10 دقائق شوفوا الاخوات كيفاش كتوجد. اللي عندها الطحانه اليدويه تستعملها، اللي كتعجبها يعني الشوربه تكون بلا طحين كتعمل الخضر ديالها مقطعه قطع صغيره جدا وما طحناش. انا استعملت الميكسور، انا صراحه كيعجبني الشوربه تكون يعني مطحونه. الاخوات والاخوان اللي بغاها تكون خفيفه يزيد الماء شويه، واللي بغاها تكون قاصحه يخليها نعمه قوام بين وبين كيف ما كتلاحظوا معايا. كيف ما لاحظتوا ما زدت حتى شي حاجه معها لحد الان. بالنسبه لمسائل البروتينات يعني كتزيدوهم، كنعملوهم ابار عاد كنزيدوهم. اللي بغى يعمل صدور الدجاج، اللي بغى يعمل الكامبا، اللي بغى يعمل اي نوع من يعني البروتينات. انا هنا عملت 4 كيلو ديال الكامبا، عملت شويه ديال زيت البلديه، زيت الزيتون، قطعه من الزبده، عملت رشه من الملح ورشه من الابزار فقط. كنشوح الكامبا ديالي حتى كترجع بهذه الطريقه، يعني حتى كترجع ديك المرق ديالها ميدم. يعني كنقطعو من الماء بهذه الطريقه، لان ما غادي نزيدوش نطيبوها مباشره، غادي ننزلوها في الشوربه ديالنا وغادي نقدموها، ما غادي نزيدوش الطياب ديالها مع الشوربه. يعني في هذه الاثناء انا الشوربه ديالي راها مطحونه، الكامبا ديالي واجده.
صافي كنكب الكامبا ديالي على الشوربه. بالنسبه للمعدنوس كنعملو هو اخر حاجه، يعني فوق الزلايف، يعني فوق عند التقديم، او كنزيدو على شويه ديال الزعتر عند التقديم. صراحه جربوها الاخوات وراه غتعجبكم بزاف، ودعيو معنا ان شاء الله اذا عجبتكم، وخلونا التعاليق ديالكم المزيونه، وحنا راه دائما خدامين بالدعم ديالكم. وان شاء الله غادي نقدم معكم يعني واحد مجموعه من الشربات والحساء الخاص برمضان، لان صراحه الحريره انا بالنسبه لي كدورني شي في المعده، لان الحموضه ديال الطماطم. كنفضل هاد الانواع ديال الشوربه الاخوات والاخوان، صدقوني جربوها والله العظيم الا غتستدعيو معايا ان شاء الله. حلويات عروس الشمال، تتمنى لكم رمضان كريم.